اليوم غادي نهضروا على تربية الدجاج وكيفاش تقدر تحولها لمشروع مربح بطريقة سهلة وبفلوس قليلة. غادي نشرح لك عزيزي المشاهد كل خطوة بالتفصيل مع أمثلة وخيارات رخيصة للمبتدئين. أول حاجة خاصك تعرف شنو بغيتي تربي، دجاج البيض ولا دجاج اللحم. دجاج البيض كيعطيك البيض كل يوم، الربح ديالو ثابت يوميا، خصوصا إلا كنتي كتبيع للناس في الحي أو المحلات صغار. دجاج اللحم كيكون الربح ديالو مرة واحدة من بعد ما يكبر وكتبيعو لغرض الأكل. بعض الناس كيجمعوا بين النوعين وكيضربوا عصفورين بحجر واحد. إلا بغيتي تبدأ، خود 10 دجاجات، كل وحدة كتنتج تقريبا بيضة واحدة في النهار، يعني عندك 10 بيضات كل يوم. تقدر تبيعهم بدرهم أو 2 دراهم للبيضة، وهكذا الربح كيبدا يبان بلا ما تحتاج فلوس كتيرة. تقدر تشري صغار الدجاج من السوق بحوالي 10 دراهم لكل وحدة، أفضل من تشري دجاج كامل بالغ. الدجاج خاصو بلاصة نقية باش تحميه من البرد والشمس. ممكن تستعمل الخشب، حديد قديم أو حتى البلاستيك. خاص تكون مساحة كافية لكل دجاجة، على الأقل متر مربع لكل 5 ديال الدجاجات. خاص المكان يكون فيه هواء نقي وبعيد على الرطوبة باش الدجاج ما يمرضش. بعض الناس كيستعملوا صندوق كبير من الخشب أو كرتون قوي، أو تقدر تشري قفص قديم كبداية. الأكل هو السر الكبير باش يكبر الدجاج ويعطي البيض. الدجاج كيبغي علف متوازن، فيه بروتين، فيتامينات، أملاح معدنية. ممكن تزيد ليه الخضر المتبقية من الطار باش توفر شوية من الفلوس. الماء ضروري يكون نقي، حاول تبدلو كل يوم باش يبقى صحي. ويمكن لك أيضاً دير مزيج بين الماء والثوم، البصل، هذا بحد ذاته وقاية لجميع الأمراض، مضاد للبكتيريا. المرض كيقدر يدمر مشروعك بسرعة، خاصك تكون على القرص. دير لقاحات أساسية حسب نوع الدجاج، فيروس نيوكاسل أو أنفلونزا الطيور. راقب كل نهار الدجاج، إلى لاحظتي ضعف، كسر، خاصك تعزلها باش ما تنقلش المرض للآخرين. ممكن تشري أدوية رخيصة من الصيدلية البيطرية كبداية قبل ما تكبر المشروع. النظافة مهمة أكثر من الأدوية. المكان النظيف، الماء النقي، والأكل الجيد كافيين بزاف. منين الدجاج يكبر أو البيض يكون جاهز، خاصك تفكر فين غادي تبيعه. يمكن لك تبدأ البروبلين بيع مباشر للحي أو للناس اللي كيعرفوك، أو البيع للمطاعم الصغيرة أو المحلات القريبة. استغلال وسائل التواصل الاجتماعي باش توصل لمستعملين أكثر. تربية الدجاج مشروع مربح، غير خاصك تعرف نوع الدجاج المناسب ليك، دير مكان نظيف وتهوية مزيانة، تهتم بالأكل والماء، تراقب الصحة ديال الدجاج باستمرار، تعرف فين وغادي تبيع البيض أو الدجاج. تبدأ صغير وتكبر بشوية بشوية. ما تطمعش بزاف في الربح من البداية، حيث الحاجة اللي كتبدأ بالزربة كتسالي بالزربة. إلى عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وشارك الفيديو مع أصحابك. نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.